في سنة 2011 واحدة من أشهر القضايا اللي هزت الرأي العام في مصر كانت قضية اتعرفت إعلاميا باسم هدايا الأهرام. القضية دي بدأت لما النيابة العامة فتحت تحقيقات في وقائع بتخص شراء هدايا غالية جدا من فلوس مؤسسة الأهرام، وده مش كلام أنا، ده الكلام اللي ظهر رسمي في تحقيقات النيابة. الهدايا دي كانت بتتقدم لعدد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة في الدولة. سنين طويلة من التحقيقات وساعات ملهاش آخر جوه قاعات المحاكم، وفي النهاية انتهت القضية بالنسبة لعدد من المتهمين اللي وصلت لهم الهدايا دي تصالح بعد ما دفعوا كفاله. لكن لو فاكر ان دي كانت بدايه القصه فانت غلطان تماما، لان الحقيقه القضيه دي كانت مجرد اخر مشهد في حكايه طويله بدات قبلها بسنين. حكايه وكاله صغيره كان دورها في الاول مجرد بيع مساحات اعلانيه جوه جريده الاهرام، ومع مرور الوقت اتحولت لواحده من اقوى الامبراطوريات الاقتصاديه والاعلانيه في مصر. اسمها بقى موجود في كل شبه، في الصحافه، في التلفزيون، في الشوارع، وجوه الملاعب، لدرجه ان اكبر الشركات كانت بتتخانق عشان تتعاقد معاها، واكبر الانديه كانت بتتسابق عشان تاخد رعايتها. لكن النجاح الكبير ده بيخلي اي حد يسأل سؤال طبيعي جدا: ازاي وكالة اعلان تابعة لجريدة توصل للمكانة والنفوذ ده كله؟ هل كان السبب مجرد ادارة شاطرة وناجحة، ولا كان في ظروف تانية وخلفيات هي اللي ساعدتها تبقى الوكالة الاقوى في السوق بلا منافس؟ عشان نجاوب على السؤال ده صح لازم نرجع بالزمن شوية حلوين، وهنرجع لاكتر من 40 سنة لوقت كانت فيه وكالة الاهرام للاعلان مجرد ادارة صغيرة جوه المؤسسة. محدش كان يتوقع ابدا انها هتبقى امبراطورية بالضخامة دي، ولا ان اسمها هيبقى مرتبط بأكبر عقود الرعاية الرياضية وأشهر القضايا اللي شغلت الشارع المصري. ومن هنا تبدأ الحكاية. عشان نفهم إزاي وكالة الأهرام وصلت للمكانة دي لازم الأول نعرف هي كانت إيه من الأساس. في الستينات والسبعينات الإعلانات في مصر ما كانتش هي الصناعة الضخمة اللي بنشوفها النهاردة، كان مجرد وسيلة بسيطة تستخدمها الشركات عشان تعرف الناس بمنتجاتها، ومعظم الإعلانات كانت بتنزل في الجرايد أو المجلات، وعدد الشركات اللي شغالين في المجال ده كان محدود جدا وقتها. في الوقت ده كانت مؤسسة الأهرام واحدة من أقوى المؤسسات الصحفية في المنطقة العربية كلها، توزيع ضخم واسم تقيل وثقة بنتها على مدار سنين، وده خلاها تمتلك أهم حاجة بيدور عليها أي معلن في العالم، وهي الجمهور المضمون. ومن هنا ظهر دور وكالة الأهرام للإعلان. في البداية دورها كان بسيط ومحدود: تسويق المساحات الإعلانية جوه إصدارات مؤسسة الأهرام، والتواصل مع الشركات اللي عايزة تعمل إعلانات، وتنظيم الحملات الإعلانية جوه الصفحات. لكن مع مرور الوقت الإدارة الصغيرة دي بدأت تحقق أرقام ونتائج مالية كبيرة. كل إعلان جديد كان معناه دخل أكتر ودعم مالي أضخم للمؤسسة، ومع زيادة الإيرادات دي التفكير جوه الأهرام بدأ يتغير تماما. بدل ما الوكالة تكون مجرد قسم بيبيع إعلانات جوه الجريدة، ليه ما تبقى الشركة هي اللي بتدير وتتحكم في سوق الإعلان نفسه؟ وده ياخدنا لسنة 84. دخلت الوكالة مرحلة جديدة تماما. إبراهيم نافع اتولى رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ورئاسة تحريرها سنة 84، وفي نفس الفترة دي كان حسن حمدي بيقود وكالة الأهرام للإعلان. ومن اللحظة دي تقريبا بدأت الوكالة تتحرك بسرعة وقوة مختلفة خالص. بدل ما تستنى المعلن يجي يخبط على بابها، بقت هي اللي بتروح وتخبط على ابواب المعلنين. وبدل ما تكتفي باعلان صغير في الجرايد، بقت بتدور على اي مساحه في الشارع او التلفزيون تقدر تحولها لاعلان. وبدل ما يكون نشاطها مرتبط بالاهرام بس، بدا اسمها يفرض نفسه في كل القطاعات الاعلاميه. وخلال سنين قليله جدا بقت الوكاله بتدير حملات اعلانيه لاكبر الشركات في مصر والمنطقه، وبتوقع عقود بمبالغ ما كانتش مسموعه قبل كده، وبتحقق ارباح خلتها الفرخه اللي بتبيض دهب جوه الاهرام. لكن النجاح ده ما كانش معتمد على اسم المؤسسه الصحفيه بس، كان معتمد على ان الوكاله فهمت معادله مهمه قبل غيرها: ان الاعلان مش مجرد صفحه في جريده او يافطه، الاعلان هو القدره على الوصول للناس، وكل ما قدرت توصل لعدد اكبر كل ما قيمتك ونفوذك في السوق هيزيدوا. وده بالظبط اللي عملوه. ومع نهايه الثمانينات كانت وكاله الاهرام للاعلان خرجت بره مؤسسه الصحافه وبقت اسم تقيل بيلعب في سوق الاعلام المصري كله. لكن لسه كانت في خطوه واحده هي اللي هتنقلها من مجرد اكبر وكاله اعلانات لامبراطوريه حقيقيه محدش هيقدر يوقفها بعد كده. الخطوه دي كانت الدخول لعالم الكوره. في نهايه الثمانينات وبدايه التسعينات كانت الكوره في مصر بتمر بمرحله تغيير جذري. زمان النادي كان بيعتمد في ميزانيته ودخله على اشتراكات الاعضاء مع شويه دعم من الحكومه وايرادات بسيطه من تذاكر الماتشات. لكن مع زياده شعبيه الكوره بدات الشركات تكتشف ان الكوره مش مجرد 22 لعيب بيمشوا ورا الكوره، دي اكبر منصه اعلانيه وتسويقيه تقدر توصل بيها لملايين البيوت في لحظه واحده. كل ماتش بيتفرج عليه ملايين، كل لعيب مشهور بقى اعلام متحرك، وكل نادي جماهيري بقى علامه تجاريه بتجيب فلوس. وهنا وكاله الاهرام للاعلان لقطت الفكره وشافت الفرصه قبل اي حد في السوق. بدل ما تكتفي ببيع اعلانات الجرايد، قررت تدخل بكل تقلها في عالم الرعايه الرياضيه. في الوقت ده مفهوم الراعي الرسمي بالشكل اللي بنشوفه النهارده ما كانش لسه منتشر ولا مفهوم كصناعه، لكن وكاله الاهرام بدات تشتغل على الفكره دي بدري جدا، وابتدت تجمع الشركات والانديه مع بعض وتكون هي الوسيط الحصري اللي بيدير العمليه دي كلها. الشركات بتستفيد من جماهير النادي، والانديه بيدخل لها فلوس
فلوس ودخل اضخم، والوكاله بتاخد عمولتها وارباحها، يعني كله بيتراضى. ومع كل عقد جديد كان نفوذ الوكاله بيزيد وتستحوذ اكتر. ومع مرور السنين بقت الوكاله مش مجرد وسيط عادي بين طرفين، بقت هي الطرف الاقوى اللي بيفاوض ويحدد الشروط وبيجمع كل الخيوط في ايده. ومع بدايه الالفينات كانت اغلب عقود الرعايه الكبيره في الكره المصريه لازم تمر وتتختم من تحت ايد وكاله الاهرام. عندك الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري والاتحاد وحتى منتخب مصر، كل دول يا عم عبود ايوه يا صديقي كلهم دخلوا في تعاقدات كانت الوكاله طرف اساسي ومحرك فيها، وده خلاها تمتلك نفوذ اقتصادي ومالي غير مسبوق جوه منظومه الرياضه المصريه كلها. لكن العقد اللي لفت الانظار بجد وحط كل الضوء على الوكاله كان عقد رعايه النادي الاهلي. في سنه 2008 نجحت وكاله الاهرام للاعلان انها تاخد حقوق رعايه النادي الاهلي مقابل 76 مليون جنيه لمده 3 سنين. وقتها الرقم ده كان خيالي بكل المقاييس، والكل اعتبره ثوره ونقله جديده في تاريخ الاستثمار الرياضي في مصر. لكن القصه ما انتهتش هنا. بعد انتهاء العقد الوكاله رجعت تكتسح المزايده من تاني، وفي سنه 2011 وقعت عقد جديد مع الاهلي وصلت قيمته ل 141 مليون جنيه لمده 3 سنين، يعني قيمه العقد تقريبا اتضاعفت مرتين. وده كان دليل واضح على حجم الملايين والسيوله اللي بدات تخش الكره المصريه. وعشان تتخيل معايا ضخامه الرقم ده وقتها وحجمه الحقيقي، سعر الدولار في سنه 2011 كان ما بين 5.5 ل 6 جنيه، يعني عقد ال 141 مليون جنيه ده كان بيساوي وقتها حوالي 24 مليون دولار صافي. ولو حسبنا نفس الرقم ده بقوه شراء الدولار والقيمه الاقتصاديه النهارده، فاحنا بنتكلم في رقم يقرب من 34 مليون دولار، يعني بيعادل اكتر من مليار و600 مليون جنيه مصري باسعار الصرف دلوقتي. يعني ببساطه شديده اللي دفعته وكاله الاهرام في رعايه الاهلي سنه 2011 لو حبت تطبقه بنفس القيمه الاقتصاديه النهارده احنا بنتكلم عن عقد بمليارات، وده كان اضخم عقد رعايه في تاريخ الرياضه المصريه ساعتها. لكن الرقم القياسي ده بدل ما يفتح باب الاحتفالات فتح باب اسئله وتساؤلات كتيره جدا، لان في نفس الوقت اللي وكاله الاهرام كانت بتوقع فيه عقود الرعايه الضخمه مع النادي الاهلي كان حسن حمدي هو رئيس مجلس اداره النادي الاهلي بعد ما كانت ولى قياده واداره وكاله الاهرام للاعلان لسنين طويله، وكان هو الرجل القوي. وده دفع قطاع كبير في الشارع الرياضي والاعلامي لطرح تساؤلات قويه عن وجود تضارب مصالح. ازاي رئيس الوكاله اللي بتدفع الفلوس هو نفسه رئيس النادي اللي بياخد الفلوس؟ مين بيفاوض مين ومين بيحدد السعر؟ التساؤلات دي فضلت محل نقاش سخن جدا في الاعلام من غير ما يصدر اي حكم قضائي يثبت وجود مخالفه جنائيه في بنود العقود دي نفسها. لكن حسن حمدي ما كانش الاسم الوحيد في المعادله دي، كان في اسم تاني تقيل جدا، محمود الخطيب. الخطيب وقتها كان رئيس اداره النشاط الرياضي جوه وكاله الاهرام للاعلام، وبيشتغل جوه نفس الاداره اللي بيرقصها حسن حمدي، يعني بالبلدي كده واحد رئيس الاهلي والتاني رمز من رموز النادي الاهلي شغال معاه في الوكاله، يعني الاتنين من الاخر اهلاويه. وهنا خيوط القصه بدات تتشابك اكتر واكتر، لان وكاله الاهرام ما بقتش مجرد شركه اعلانات بتكسب وخلاص، بقت جزء من شبكه معقده جدا بيتقاطع فيها الاعلام مع الاقتصاد مع النفوذ الرياضي. وما بقتش بتدير عقد ولا اتنين، بدات تمتد نفوذها لانديه تانيه زي الزمالك والاسماعيلي والمصري. يعني اي شركه في مصر عايزه تدخل عالم الكوره وتعلن لازم تعدي الاول على بوابه وكاله الاهرام، وده اداها قوه تفاوضيه جباره لانها بقت بتمثل اكتر من طرف في نفس الوقت. يعني ايه يا عم عبود الكلام ده؟ يعني بتتفاوض مع الشركات اللي عايزه تعلن، وبتتفاوض مع الانديه اللي عايزه رعاه، وبتتفاوض مع اتحاد الكوره نفسه، وده خلاها ماسكه كل خيوط اللعبه في ايديها. في الوقت ده حقوق الرعايه بقت بالملايين، وكل تجديد عقد بيكسر الرقم اللي قبله. لكن في المقابل بدات شركات اعلانات تانيه منافسه تشتكي وتصرح ان السوق بقى مقفول وان المنافسه بقت شبه مستحيله، لان الاهرام عندها نفوذ وعلاقات وسابقه اعمال بتخليها المحتكر الوحيد. ومع الوقت بدات كلمه احتكار تظهر في الصحف والتقارير، وصلت شكاوى رسميه لجهاز حمايه المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه عشان يفحص ملفات الرعايه الرياضيه دي. وبعيدا عن الجدل القانوني في حقيقه واحده محدش يقدر ينكرها، وكاله الاهرام للاعلان كانت صاحبه التاثير الاكبر والسيطره المطلقه على سوق الرياضه، ولاول مره بقت الانديه المصريه بتعتمد على الفلوس دي كمصدر دخل اساسي يعيشها، وده غير شكل الكره المصريه للابد. لكن اي امبراطوريه بتكبر بالسرعه والنفوذ ده طبيعي تبدا تظهر حواليها اسئله صعبه، اسئله عن طريق الاداره، حجم النفوذ والعلاقه بين السلطه الاقتصاديه والسلطه الاداريه. يعني ايه يا عم عبود الكلام الكبير ده؟ يعني ببساطه الناس والانديه، هل اللي ماسك الفلوس وبيوزعها هو نفسه اللي بيقرر مين يكسب ومين ياخد اكتر؟ وهل كان في فصل حقيقي بين اداره الاعلانات واداره النادي الاهلي؟ الاسئله دي هي اللي كبرت الجدل، وهي اللي فتحت ابواب التحقيقات بعد كده. النفوذ المالي الكبير ده ما كانش مريح لكل الاطراف، الانديه بدات تحس ان ميزانيتها ووجودها بقوا تحت رحمه وكاله واحده، واي خلاف مالي مع الوكاله ممكن يوقف حال النادي تماما. ومن اكتر الامثله اللي ولعت الوسط الرياضي وقتها كانت الازمه بين النادي الاسماعيلي وبين وكاله الاهرام. الخلاف بدا بسبب المستحقات الماليه المتاخره الخاصه بعقد الرعايه. اداره الاسماعيلي طلعت في اكتر من مناسبه واكدت ان النادي له فلوس متاخره كتير، وان الوكاله
الوكاله ما التزمتش بدفع حقوقه، وفي المقابل الوكاله اتمسكت بموقفها وقالت انها سددت اللي عليها حسب بنود العقد، وان الخلاف مجرد نقطه قانونيه مكانها المحاكم. الازمه دي استمرت سنين طويله، ووصلت ان جماهير الاسماعيلي نزلت الشارع في مظاهرات بتطلب بفسخ العقد فورا وطرد الوكاله. ناخد 3 مليون مبلغ طبعا استهانه بشعب الاسماعيليه كله قبل ما يكون بالنادي الاسماعيلي. سبب وجودنا النهارده بنوصل رساله للكابتن حسن حمدي، بنقول له لا للاحتكار. هو يعلم جيدا من هو النادي الاسماعيلي. مش طبيعي ابدا ان وكاله بتمول من اموال الشعب المصري، اللي احنا اسماعيليه جزء من الشعب المصري مش من دوله ثانيه يعني، وبعدين يبقى رئيس الوكاله هو رئيس النادي الاهلي، ونائب رئيس الوكاله هو نائب رئيس النادي الاهلي، يعني الوكاله يسموها وكاله النادي الاهلي. وما كانش الاسماعيلي هو الحاله الوحيده. نادي الزمالك وقتها كان شايف انه بيتعرض لظلم مالي صريح، لان الزمالك عنده ملايين الجماهير وزيه زي الاهلي، لكن عقود رعايه الاهلي كانت اكبر وبفرق ضخم جدا. مرتضى منصور طلع بيهدد بفسخ التعاقد مع الوكاله، وكشف ان الزمالك في عصر الدكتور كمال درويش كان موقع عقد رعايه ب1 جنيه، وفي نفس الوقت الاهلي كان موقع نفس العقد هو بس ب21 مليون جنيه. بالظبط ان كان في عقد الدكتور كمال عامله مع الاهرام حوالي مليون وشويه، في الوقت اللي كان الوكاله عاملاه مع النادي الاهلي حوالي 21 مليون، كان فرق حوالي 20 مليون. في الوقت ده كان الزمالك واخد بطولتين دوري، وكان يعني الاهلي ما خدش. ومن هنا بدات الشكاوى والتساؤلات تزيد، ليه الفجوه دي كلها بين الاهلي وباقي الانديه؟ هل السبب الجماهيريه بس، ولا الوكاله كانت بتوجه استثمارات الشركات ناحيه نادي بعينه؟ وده خلق فجوه اقتصاديه واضحه في الدوري المصري. الاهلي بقى يملك قدره ماليه جباره على الشراء والتعاقدات والانفاق، لكن باقي الانديه بتعافر عشان تسدد اجور لاعبتها وميزانيتها الاساسيه. حتى النادي المصري البورسعيدي كان جوه المشهد في الوقائع اللي تم فيها سداد 500,000 جنيه للنادي، وكان الشرط الجزائي اللي بعد الصفقات زي اللاعب عبد الملك ابو علي مرتبط بالتفاوض المباشر مع وكاله الاهرام. وده بين قد ايه نفوذ الوكاله وصل حتى لتفاصيل عقود اللعيبه وصانع القرار. وفي سنه 2011 لما الوكاله جددت للاهلي برقم 141 مليون جنيه، الازمه مع الزمالك زادت. اداره الزمالك اعلنت انها مش هتبيع حقوقها الاعلانيه باقل من 141 مليون جنيه، وكانهم بيقولوا لو الاهلي يستحق الرقم ده فالزمالك كمان يستحقه. والازمه ما كانتش في المبدا بس، دي كانت في الفلوس والسيوله الماليه اللي طالعه للنادي. الزمالك اعلن انه مستني مستحقاته، وبالفعل دخل خزينته حوالي 4 مليون جنيه لتخفيف الازمه الماديه. وبعدها بفتره بسيطه الاداره طلبت بتحويل 5 مليون جنيه بشكل عاجل قبل نهائي كاس مصر عشان يلحقوا يسددوا مصروفات الفريق. ومع استمرار الشد والجذب التصعيد زاد. الزمالك بيهدد باللجوء للقضاء بسبب الحجز على مستحقاته عند وكاله الاهرام، وبيفاوض على نسبه العموله الكبيره اللي بتاخدها الوكاله من العقود. لكن الغريب جدا ان الخلافات والصراعات دي ما كانتش مانعه التعاون المالي بينهم. في نفس الوقت اللي فيه مشاكل وتهديدات كانت وكاله الاهرام بتتدخل في صفقات تانية وتساعد الزمالك، زي المساهمه في دفع مقدم التعاقد مع شيكابالا لما رجع للزمالك. يعني العلاقه ما كانتش ابيض او اسود، كانت علاقه معقده جدا، خلافات ومفاوضات وتهديدات قضائيه، وفي نفس الوقت عقود جديده ودفعات ماليه وشراكه مستمره. كل طرف محتاج التاني، وفي نفس الوقت شايف انه مظلوم منه. الزمالك والانديه بقوا بيسالوا سؤال واحد: ازاي بيتم التفاوض اساسا؟ الانديه كانت شايفه ان حسن حمدي رئيس وكاله الاهرام بيروح يقعد مع حسن حمدي رئيس النادي الاهلي وبيبدا يتفاوض على حقوق رعايه النادي اللي هو رئيسه. طب مين فيهم بيقنع التاني بالارقام الكبيره دي؟ اما الاسماعيلي فقرر يرفض الوضع ده، واعلن انه هيطرح حقوقه في مزايده علنيه، ورفض عرض الوكاله وبدا يدور على وكالات تانيه. ولاول مره نادي جماهيري كبير يحاول يخرج من تحت عبايه الاهرام. وعناوين الصحف وقتها كلها كانت بتتكلم عن التوتر والازمات الماليه المتراكمه بسبب القرارات دي. ومع كل تصريح وازمه صوره الوكاله بدات تتغير في الشارع، ومن اكبر شركه رعايه واستثمار لشركه طرف في نزاعات ومشاكل متكرره. وده كان كفيل ان الملف كله يخرج من صفحات الرياضه ويروح لمكان تاني خالص. وهنا بدات اخطر واصعب مرحله في تاريخ وكاله الاهرام للاعلان. اسم الوكاله بدا يبعد خطوه عن الملاعب والصفقات ويقرب خطوه من قاعات التحقيق والقضايا. في البدايه كانت مجرد بلاغات في الصحافه، بعدها بقت تحريات رسميه، وبعدها النيابه بدات تفتح الملفات القديمه والجديده واحد ورا الثاني. ساعتها ما بقاش الكلام عن عقد الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي، الكلام بقى عن فلوس ومستندات وحسابات بنكيه. اول واشهر الملفات دي قضيه هدايا الاهرام. القصه بدات بسؤال بسيط جدا من جهات التحقيق: ازاي مؤسسه صحفيه مملوكه للدوله بتشتري كل سنه هدايا بمبالغ خرافيه، والمين وليه؟ التحقيقات كشفت ان الهدايا ما كانتش دروع تذكاريه او حاجات بسيطه، احنا بنتكلم عن ساعات من ماركات عالميه وذهب واقلام مرصعه بالالماس واطقم كريستال قيمتها وصلت لعشرات الملايين. فوجئت انه مديره مكتب الكابتن حسن حمدي بتقول لي، احنا كنا في شهر ابريل، بتقول لي في هدايه راس السنه
السنه، احنا في شهر ابريل، هو راس السنه دلوقتي بقت في ديسمبر وابريل. جاي لي كان الموبايلات دي كاميرا جديده لسه، كاميرا موبايل بكاميرا، وجاي لي قلم ذهب، وجاي لي ولاعه ذهب، حاجات كده قيمه يعني من الوكاله. فجبت الكابتن ياكن قلت له اكتب جواب الاستاذ حسن حمدي رئيس وكاله الاهرام للاعلام. وصلتني هديتك بين قوسين، اقصد رشوتك. لو كنت قد ارسلت لي هذه الهديه بصفتك رئيس النادي الاهلي كنت قد قبلتها. وكانت بتتقدم لكبار المسؤولين في الدولة زي حسني مبارك وعلاء مبارك وزكريا عزمي وصفوت الشريف، وده بحسب التحقيقات كان عشان ابراهيم نافع يضمن استمراره في رئاسة مؤسسة الاهرام، وده اللي فتح الباب قدام النيابة تسأل السؤال الأهم: هل الهدايا دي كانت مجرد مجاملات لزيادة العلاقات العامة، ولا كانت وسيلة لبناء نفوذ وتسهيل استمرار المنظومة دي بدون أي رقابة حقيقية؟ التحقيقات استمرت لفترة طويلة وتم استدعاء عدد كبير من كبار المسؤولين، وكان اسم حسن حمدي واحد من أبرز الأسماء في الملف ده، ومعاه عمرو عبد العزيز مدير إدارة العقود بالمؤسسة، وبالمناسبة ده أخو وزير الرياضة السابق خالد عبد العزيز، ومعاه في القائمة أسماء تقيلة زي أحمد نظيف وفتحي سرور وحبيب العدلي. لكن بعد كده التحقيقات والمحكمة استبعدت عدد من الأسماء دي، أو انتهت القضية بالتصالح المالي وسداد المبالغ حسب القوانين. لكن قضية الهدايا دي ما كانتش القضية الوحيدة، دي كانت مجرد أول الخير، لأن لما الدفاتر اتفتحت بدأت تظهر ملفات تانية أخطر، ملفات بتتكلم عن صرف مكافآت وعمولات مالية ضخمة بدون مستندات كفاية، التنازل عن غرامات تأخير بمبالغ كبيرة بعض العقود الإعلانية، شبهات حوالين إعطاء تعاقدات لشركات وساطة إعلانية مرتبطة ببعض القيادات والمقربين منهم، وده فتح باب اتهام جديد وهو إهدار المال العام. وبعد مراجعة حركة الأموال الكبيرة دي دخل جهاز الكسب غير المشروع على الخط، بدأت التحريات تتكلم عن تضخم في ثروات بعض قيادات الوكالة والمؤسسة بصورة لا تتناسب بحسب التحقيقات من مصادر دخلهم الرسمية، وده أدى لقرارات تحفظ على الأموال ومنع من السفر وتحقيقات مستمرة في مصادرة الثروات دي. وكان حسن حمدي من ضمن الأسماء اللي خضعت للتحقيقات دي بخصوص العقارات والحسابات البنكية، وفي نفس الوقت كانت في جبهة رابعة مفتوحة، نزاعات قضائية بملايين وشيكات ومديونيات بين الوكالة ورجال أعمال وشركات إعلانات، زي النزاع الشهير مع رجل الأعمال إيهاب طلعت بخصوص مستحقات وعقود إعلانية ضخمة. فجأة الوكالة اللي كانت من كام سنة بتوقع أكبر عقد في تاريخ الكرة المصرية بقت متهمة في أكتر من ملف وقدام أكتر من جهة تحقيق. القضايا دي فضلت تتداول قدام المحاكم لسنين طويلة، في اتهامات سقطت وفي قضايا انتهت بالبراءة وفي ملفات انتهت بالتصالح وسداد الفلوس، وده مهم جدا يتقال لأن النهاية القانونية لكل ملف ما كانتش واحدة. لكن بعيدا عن الأشخاص والأسماء، الحقيقة إن الإمبراطورية كانت بدأت تتآكل وتضعف من جوه، خلافات مع الأندية ونزاعات مع الشركات ومديونيات متراكمة وضغط إضافي من جهاز حماية المنافسة اللي بدأ يفحص بلاغات الشركات المنافسة بخصوص احتكار سوق الرعاية. الضغوط بقت جاية من كل اتجاه، الأندية بتشتكي والشركات بتشتكي والنيابة بتحقق، وجات اللحظة الفاصلة في تاريخ مصر كله، ثورة 25 يناير 2011. بعد 2011 مصر كلها اتغيرت وكل المؤسسات اللي كانت شغالة بالطريقة القديمة بقت مضطرة تعيد حساباتها. وكالة الأهرام ما كانتش استثناء، الأندية بقت أكتر جراءة في التفاوض والرفض، والشركات الخاصة الجديدة دخلت السوق بقوة، وظهرت وكالات إعلامية ورعاية جديدة عايزة تاخد نصيبها من الفلوس. الاحتكار اللي استمر لسنين طويلة بدأ يتكسر والنفوذ بدأت تقل، والعقود اللي كانت زمان بتتجدد اوتوماتيك بكلمة بقت بتدخل مزايدات علنية مفتوحة وتخسرها الوكالة لصالح منافسين جدد. الشركة اللي كانت مجرد اسمها كفاية عشان تحسم أي صفقة بقت محتاجة تدافع عن وجودها في السوق. ومع مرور الوقت بقى واضح للكل إن عصر سيطرة وكالة الأهرام المطلق على سوق الرياضة والإعلام انتهى خلاص. الإمبراطورية اللي قعدت سنين عشان تتبني اتفككت في وقت قصير جدا، لكن ورغم كل السنين وكل اللي حصل هيفضل في سؤال مهم من غير إجابة: هل وكالة الأهرام للإعلان كانت مجرد شركة كبرت زيادة عن اللزوم، ولا كانت نموذج بيعبر عن مرحلة كاملة في تاريخ الإعلام والرياضة في مصر؟ لأن الحقيقة قصة وكالة الأهرام ما كانتش قصة شركة إعلانات، دي كانت قصة زمن كامل، زمن كانت فيه مؤسسة واحدة قادرة تغير مصير نادي وتحدد مين ياخد الملايين وتدير أكبر الصفقات وتتحكم في الشارع. لكن زي أي إمبراطورية في التاريخ لما وصلت للقمة بدأت رحلة السقوط، والسؤال اللي هيفضل مطروح للتاريخ: هل اللي أسقط وكالة الأهرام كان الفساد وتضارب المصالح، ولا تغيير الزمن وظهور المنافسة، ولا لأن القوة لما بتتركز في مكان واحد لفترة طويلة يبقى سقوطها مجرد مسألة وقت؟ ومن هنا يا عزيزي بنوصل لنهاية الحلقة. منساش تعمل لايك وسبسكرايب، ولو في حاجة أنا نسيتها تقدر تكتبها في التعليقات، واشوفكم في حلقة جديدة الأسبوع اللي جاي. سلام.